هذا عصيد، ما ينفع تقولي عصيد بعدها بليز. معلقة ولا ملعقة؟ معلقة. معلقة. لي سعمة، أو يا مرأة هاتي لي سعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو هذا بيكون عبارة عن تحدي اللهجات معي الإعلامية نايا. بيكون عبارة عن تحدي اللهجات، والخاسر يعشي الثاني عشاء من بلده. يعني مثلا أنا لو خسرت أعشيها عشاء يمني، هي لو خسرت تعشيني عشاء لبناني. فخلونا نروح مع التحدي. مستعدة؟ أكيد. نروح؟ نعم. كم تبغين نوصل المقطع هذا؟ كم لايكات؟ مليون. اوكي شوفها طماعة بس حلو مليون. خلونا نروح الآن نبدأ التحدي وإن شاء الله يعجبكم. أبدأ لك بأول كلمة. طبعا هذه من محافظة معينة اسمها ريمة، اللي هي سعمة. سامة. ايه. طب اعطينا اياها بجملة. أعطيك إياها بجملة. أوكي. يا امرأتي هاتي لي سعمة، أو يا مرأة هاتي لي سعمة. هي الشيء. سهلها أكثر يعني. إيه. كلمة هيك أولى بجملة تجيب لي الكلمة مثلا. طيب في أغنية مثلا نفس الكلمة فيها، نفس الأغنية هذه حجيب لك البيت حقها. قبلتها 99 قبلة. إيش معنى السمعة من هذا الكلام كله؟ طلعيها من هذا الكلام. القبلة؟ لا. القبلة. طيب الآن وقتك تجيبي لي كلمة. اوكي، بتعرف شو يعني مكركب؟ مكركب؟ يعني الأغراض كذا مكركبة، ما هي مرتبة. مزبوط. شفتوا يعني كيف؟ فوضى. والله العظيم ان الذكاء بالطاير مني والله. طيب حجيب لك الآن كلمة. هي أعتقد موجودة فيني الآن. هذا توضيح أولي. قعشة. هي موجودة فيني كذا غريبة، مغيرة شكلي. شعرك. بالضبط. شفت كيف أقرب لك أنا؟ هذه نسميها قعشة لو هو كذا. برافو. طيب. كم الآن؟ واحد ولا 2-1؟ 2-1. 2-1. 2 أنا 1. أوكي. طب شو يعني فاء؟ فار عندنا يسموه فار. مش فار. كاف. قاف ولا فاء؟ فار. فاء. نحن نقولها فاء بس هي فاء. فاق يعني صحي من النوم. برافو. طيب أنا حجيب لك كلمة الآن اللي هي نثرة. نثرة أو نثرتها يا أخوك. جملة. أيوة جملة. والله العظيم إنك نثرتها اليوم، أو إن فعلت اليوم نثرة. والله إنك فعلت نثرة. فعلة عملة شيء هيك، شيء مهم يعني، شيء منيح. يس. مو شيء منيح. بلا. فعلة يعني عملة يعني. لا مو شيء منيح، هذه نثرة، هذه ضدها. ضد الشيء المنيح. اوكي شيء سيء. ايه مشكلة يعني زي نثرة مشكلة. اوكي 3-2. يلا جيبي لي كلمة. اوكي طيب لزقة. لصقة اللي هي لصقة. لا. لزقة؟ صح انك لزقة. هذه شتيمة صح؟ طيب شو يعني لزقة؟ لزقة اللي هي حيوان زي كذا أو لا ليك هذيك بزيقة. لزقة يعني أنت إنسان كذا يعني احنا نقول لشخص انه صح انك لزقة او ليك. حطيها لي في جملة، حطيها لي في جملة كذا بس جملة. اوكي جملة انه لك هيدا شو لزقة. أو لزقة يعني أنا أمشي مكان يروح بعدي. لزقة لاصق فيني. اقرب. الإنسان هذا لاصق فيني كذا من الأخير. صح؟ مزبوط. 3-3 تعادل. أجيب لك أنا الآن كلمة عدنية طبعا، محافظة عدن. أندكو. حطه. لا أحط لك في جملة. طيب. اوكي. أندكو الولد. أندكو الولد. كملها ما فيك. أندكو الولد ابننا. هيداك. بالضبط. هيداك الولد هناك يعني. جميل. طيب يلا جيبي لي كلمة. طب بتعرف كيف يعني نحن عنا بلبنان بنقول لا هيدا طقيني فيوزاته. طقين في أزته يعني مجنون. برافو. يس قلت لكم الذكاء من أول كلمة على طول أعرف. طيب. 4-4. طيب هذه الفاصلة طبعا زي ما قلت لكم، اللي حيخسر حيعشي الثاني. شلوك. يا محمد شلوك. شقلك؟ لا شلوك. جملة مفيدة أكثر. شلوك اليوم أم لا؟ جاي اليوم أو لا؟ هنشوفك اليوم أو لا؟ لا. منيح اليوم أو لا؟ لا طبعا الكلمة هذه يمكن ما تعرفها نهائيا، بس يلا حاولي. اوكي طب جملة أكثر غير يعني. شلوك اليوم
ولا بكره؟ كلها جمال. اليوم تروح اليوم ولا بكره؟ لا، شلوك بتشديد اللام بتنوين اللام. اوكي ما عرفتها. خسرت طبعا، الحمد لله. طيب يلا قولي كلمتك. طب شو بدي اعرف شو معناتها؟ ما عرفتيش ايش معنى؟ لازم اعرفك. كلمة شلوك يعني اخذوك. لما تقولي ربنا ياخذك بالمصري عشان اشرح اكثر. يعني الله ياخذه. ايوه. أوكي. الله ياخذه. بتعرف شو معنات سحسوح؟ سحسوح. طيب سحسوح يعني هذا مش تمام. لا يعني بتستاهل شي سحسوح. تعطيني سحسوح. السحسوح والله تستاهل بوسة على الراس. سحسوح. لا. سحسوح حطيها في جملة كاملة كذا موضحة. تعطيني سحسوح. فلوس. لا. عصير. شراب. لا. هدية. لا كمان. انا اكثر من هيك ما في. يعني انزل شوية. لا. وطي اعطيني سحسوح. خلص ما عرفتها. اوكي خلاص طبعا الان متعادلين. هي احنا عندنا الشاب بس لما مثلا يحلق شعره تنقول او رقبته طويله مبينه تبغى تعطيني سحسوح اللي هي الرقد ضربه على الرقبه اللي هنا احنا نقول لها ايش صلي على النبي. احنا لما ندق صلي على النبي. طبعا خلصنا من التحدي. فزت انا ب4 نقاط وهي فازت ب4 نقاط. انا خسرت بواحده هي خسرت كمان بواحده، فما اقدر اعشيها ولا هي تقدر تعشيني. غدينا وغديك. ليش؟ انا من اول نهار نحن من الاول عم تقول عشاء. انا جالس من اول اقول عشاء. معليش غدا حنتغدى. اصلا عدنا صحيت فلازم اشوف مدري كيف. المهم حنروح الان نتغدى وخليكم معنا يلا. انه المفروض والله كانت تغدين انت بس يلا. يا حلاوة. طبعا زي ما ذكرنا لكم هنا الأكل يمني ولبناني مخبوط، فحتحاول تشرح لي الأكل اللبناني ما أعرف أي حاجة وأنا أشرح لها الأكل اليمني. هذا إيش هو؟ التبولة. تبولة؟ تناكل بملعقة ولا بالخبز ولا بالمعلقة أو فيك بالخسة؟ معلقة ولا ملعقة؟ معلقة. معلقة. فيك بالخسة. وهذا كمان. هاي التبولة اللبنانية كثير مشهورة عنا، لبنان معروف فيها. هاي بالخس بتاكل هيك فيها. طيب هذا ايش؟ فتوش. كمان فتوش من المقبلات اللبنانية المعروفة يلي لبنان بيشتهر فيها حتى بشهر رمضان، نحن ما نهار بنفطر من دون ما يكون موجود الفتوش. والله حلو. يعني هذا الفتوش هذا ولا كله مع بعض؟ هو كله اسمه فتوش، بس هو عبارة عن خضرة، خس، بندورة، خيار، شو ما بتحب شو بتحب خضرة، خيار وكبد. وهيدا اللي هو الخبز المقلي. ايوه خبز مغلي. هذه عندك فحسة، احنا نسميها فحسة. اوكي. عبارة عن لحم مفروم مع مرق مع خضار خلط مع بعض، طلع هذا الشيء. هذا شو؟ هذه عندك فتة. شوفي عندك مخبوطة كذا مخلوط رز مع طماط مع بطاط مع خبز. ايوه مع مرق. الفتة عنا هي الفتة عنا فتة حمص مع كمان خبز بس بنحط حمص. هو اعتقد اسم فتة يطلق على الاشياء اللي هي عشان مفتوتة يعني مفتوتة يعني. اوكي. هيدا شو بليز؟ هذا عصيد، ما ينفع تقولي عصيد بعدها بليز. لانه في اشياء. هذا عصيد مكون بر بياكلوا مع السمن والعسل. بر القمح. ايوه بياكلوا مع السمن والعسل او مع الحليب واللبن. ايوه يكون حلو يعني ممكن زي ما تشتي يعني. زي ما بدك. زي ما بدك تاكلها يعني. اوكي. وهيدا شو؟ هذه مرسى. شوفي عندك حبة سوداء هناك مع قشطة مع عسل. هيدي نسويها حبة البركة او شو يسموها؟ احنا بنسميها حبة سوداء. اوكي. مع اسم لغة عربية فصحى طبعا. حبة سوداء مع قشطة وعسل وخبز. يعني شيء حلو هيدا. ايه شيء حلو. هذا بيكون عادة بيكون بعد الأكل. اوكي. شيء حلو. هذا ايش هو؟ هيدي بطاطا حرة اسمها. هيدي بطاطا نحن بنقطع بطاطا بنقليها بالزيت، بنحط معها الكزبرة إذا بتعرفها. ايه كزبرة. بنقليها وبنحطها فوقها وحار إذا بدك. يعني تحرقوها بعد ما تنطبق. ما فهمت. أيوة. انا عيدي لي الشرح. فيك
تقلي بقى الكزبره وثوم وتحط بقلبها حاره تقليهم، هيدي قليه تقليه يعني. ايه بتكون قالي البطاطا وبتخلطهم سوا شوي على النار. يا سلام. بدك اليوم بتحط لها نكهه حامض بتصير لاخر شيء. هذا انا اعرفه حمص طبعا. حمص اللبناني ايوه مشهور. أي بس هذا ايش اللي فيه هذا هيدا السماق، هيدا نوع ايش من ايش ايش البهار. لحظه. سماق. الصماع. عندنا السمعه يعني هذا واحد. سماق بالكاف. السماع. سماق هو نوع من البهارات. ايوه بيعمل هيك شويه طعمه حموضه، وفينا كمان نحطه بالفتوش ايام. يعني ينخلط هذا مع هذا. بس السماق بدون هذا طيب هذا الورق ورق العنب. العنب. في عنا نوعين زيت ولحمه، هيدا زيت. دحين داخله ايش ملفوف كده يعني محشي. بقلبه هو خضره. الزيت نحن بنقول عنب زيت، يعني ورق بقلبه خضره، ورق عنب بحشي خضره. يا مع سلام. رز اكيد. ايه اوكي. يا سلام. هداك اللي بلحمه بيجي لحمه ورز بس حشي. ما محشور. هذا سحاوق بالجبنه قطعمتي اكيد من قبل. لا لا تقوليها. سحاوق بالجبنه. لا ما دقتها. يعني تعرفي الفلفل الاخضر؟ فليفله. فلفل مش فليفل، اللي هو البسباس. قرن الحار. ايوه القرن الحار هذا مخلوط مع طماط مع جبنه اوكي. وبعدين يعصروا مع بعض ويطلع هذا الكائن الغريب. يعني نحن فينا نعمل هيدي الشغله بدون جبنه. هو احنا بنخليه بعدين بدون جبنه اوقات يعني، وبعضها يعني مع الجبنه. اوكي خلاص انتهينا. ماشي بلش. نبدا يلا. انتهينا من تصوير الفيديو، اتمنى انه اعجبكم، ما اطول عليكم. شكرا لك يا نايا، نورتيني والله يسعدك. ححط لكم حسابها في خانه الوصف، ادخلوا كلكم تابعوها وقولوا لها جينا من حساب عبد الله. وكمان لازم اشكر المصور والمخرج علاء العماري، شكرا يا استاذ. حرك يدك عادي يعني، هم مش شايفين بس حركها. وكمان لازم المعد محمد فرنتي، شكرا يا محمد. وانا بدوري بدي اشكر اذا بتسمح لي، بدي اشكرك اول شيء لك على استقبالك اللي الله يسعدك، نورتي. بنشكر المخرج والمصور الاستاذ علاء وفريق العمل، وبدي اشكر اللي اهتمت بطلتي الحلوه الميك اب ارتست امنوره بيوتي من دار سميره للازياء وللتجميل. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. نعيدها، اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامه.